سماعتك جاهزة؟ طب يلا بينا. فيلمنا بيبدأ مع أنا وهي نايمة وبتحاول تصحيها من النوم، وبتروح تبدأ يومها بشوية يوجا، وبعدين بترجع تصحيها تاني من النوم، وبعدين بتروح تحضر فطار لابنها هاري، وبعدين بترجع تصحيها تاني من النوم، وبترفض أنا إن هي تصحى، فبيجي أخوها الصغير بيصحيها بالزمارة، فبتتفاجئ أنا جدا وبتصحى وبتطرده من الأوضة وبترجع تكمل نومها عادي. وأول ما تثبت زعق وتنفعل عليه بتخرج أنا في ثانية وهي لابسة لبسها وجاهزة للمدرسة. وفي الطريق في العربية بيتكلموا هما الاتنين عن فرح تيتا وإنها هتتجوز قريب، وبيكونوا مش متفاهمين في أي حاجة خالص ودايما بيتخانقوا. وبعدين بتنزل أنا وتقابل صحابها وبتبقى معجبة بجيك منها، بس مش بتقدر تتكلم معاه ولا عندها الجرأة ان هي تقول له عن حقيقة مشاعرها ولا تفتح معاه اي موضوع. وبتروح على فصلها وبتلاقي نفسها سقطت في الامتحان، ولما بتسأل المدرس بيقول لها انها ما فهمتش اساسا الكتاب بيتكلم عن ايه، وان كل المقال اللي كتبته ملوش اي لازمة. فبتتضايق انا وبتتريق عليه وده بيخليها تتعاقب، وبتروح تتحجز كنوع من العقاب ليها عشان ما تتريقش على مدرسها تاني. بتبقى تس وصلت شغلها متأخر وبتكون شغالة دكتورة نفسية، واول ما تس بتوصل العيادة بتاعتها بتلاقي ايفن مريضة عندها بيجي لها كل يوم تقريبا عشان يتابع حالته معاه، وبيكون اهم مريض عندها وما بتقدرش تفوت له ولا جلسه، وبتوعده ان هي هتتابع معاه حالته حتى في شهر عسلها، وان هي جابت كتير جدا عشان ترد على المرضى بتوعها. وبنرجع لانا اللي بتكون طالعه من الحجز بتاع المدرسه، فبتقع منها الكتب بتاعتها او بتلمهم من على الارض، وبيجي جاكي يساعدها ويلم معاها الكتب، فبيلاقي معاها الشوكه بتاعت الجيتار، فبيفهم ان هي بتعرف تعزف، فبتقول له ان هي عندها فرقه صغيره هي واصحابها وبيتدربوا على عزف سوا في الجراج بتاع بيتها. فبيعرض عليها جيكي يوصلها بيتها بالموتوسيكل بتاعه، لكنها بترفض لانها عارفه لو هي راحت معاه امها هتعمل فيها ايه وهتحبسها في البيت. فبتروح وبتلاقي اخوها بيلعب في الجيتار بتاعها، فبتزعق له وبتطرده من الاوضه بتاعتها. وبعدين بتنزل لاصحابها في الجراج عشان يتدربوا، وبيتدربوا وبيندمجوا جدا وصوتهم بيعلى، فتاس بتفصل عليهم الكهرباء عشان يبطلوا ازعاج. وبعد ما بيبداوا بينفعلوا جدا بيجي لهم تليفون انهم اخيرا جات لهم فرصه ان هم يشاركوا في مسابقه الغنى، في المسابقه اللي كانوا على طول بيتمنوها. لكن المشكله عند انا ان المسابقه هتكون تاني يوم حفله بروفه العشاء بتاعت امها تاس، فبتكون مش عارفه هتحل المشكله دي ازاي، وبيكونوا قلقانين جدا ان هي تبوظ عليهم الحفله. بس هي بتقول لاصحابها ان هي هتتصرف وهتجيلهم باي شكل، بس هم متاكدين ان هم هيقعوا في مشكله كبيره بسبب انا. تطلع انا اوضتها بتلاقي هاري واصحابه عمالين يتنططوا على سريرهم، ومش هقول كانوا بيلعبوا بايه، فبتطردهم بره اوضتها وبتنزل انا عشان تشتكي لوالدتها، فبتكون قاعده اساسا مستنيه اللي هو ادخلي واقفلي الباب وراكي. مامتها بتكون عرفت من المدير بتاعها ان هي اتحجزت مرتين، مره عشان هي سقطت في امتحان الانجليزي، ومره عشان ضربت صاحبتها ستيسي بالكوره. فبتحاول أن تشرح لوالدتها ان كلهم مستقصدينها وبيحاولوا يضروها باي شكل، لكن محدش بيصدقها. لكن والدتها بتقول لها ما تحاوليش تلعبي دور الضحيه وانك مظلومه من الكل ولازم تعترفي باغلاطك. وبتقتنع انا ان مفيش امل تتكلم مع والدتها وانها تفهمها او تصدقها حتى. تاني يوم بالليل بيروحوا كلهم سوا عشان يتغدوا سوا مع رين خطيب تاس، واللي بيكون فرحهم بعد يومين في مطعم صيني، وبتكون انا مجبره ان هي تروح العزومه دي معاهم بالعافيه. فانا بتحاول تعاطف مع مامتها وبتقول لها ان هي فهمت غلطتها وان هي هتحاول تعتذر لصاحبتها وهتحاول تخلي درجاتها احسن. فبتفهم امها ان هي محتاجه حاجه منها، فبتقول لها هي عايزه ايه. فانا بتقول لها ان عندها مسابقه يوم بروفه الحفله بتاعتها، فمامتها بتنفعل جدا وبتاخدها بعيد عشان تهزقها. بتقول لها ان انت مش قد مسؤوليه اي حاجه، فبتفهمها انا ان هي عمرها ما هتحس باللي هي بتعيشه، وان محدش بيحبها وكلهم بيكرهوها وبيحاولوا يأذوها، ومحدش هيقدر يعيش مكانها يوم واحد، وده لان هي حياتها كامله ومثاليه وعمرها ما حست بيها. بتجيب لهم الست الصينيه بسكوت الحظ وبتجبرهم ان هم ياخدوها وبيمشوا، وكل واحده فيهم بتفتح علبه البسكوت اللي معاها وبيلاقوا انه مكتوب فيها حكمه بتقول ان رحلتهم هتبدا قريب جدا، ولما يشوفوا الحقيقه هيتغيروا من تاني. وفجاه بيحصل زلزال غريب في المكان، ولما بيهدى بيرجعوا ورجعوا ترابيزتهم تاني، فبيلاقوا ان كل اللي حواليهم ما حسوش بالزلزال اصلا ولا كانه حصل. وبتعدي من وراهم صاحبه البسكوت الغريب ده وبتبص لهم بصه غريبه كده. وبيجي تاني يوم وبتصحى تس من النوم وبتستغرب ان هي نايمه في اوضه بنتها، ولكن لما بتبص في المرايه بتتصدم ان هي بقت في جسم بنتها انا، وما بتبقاش فاهمه اللي حصل، وبتجري على اوضه تس، وبتبقى تس رافضه ان هي تقوم من النوم لحد ما بتقومها بالعافيه، وبتواجهوا هما الاثنين، وبيفهموا ان كل واحده فيهم روحها راحت لجسم تانية. يعني تس بقت في جسم انا وانا بقت في جسم تس، وهما الاثنين بيصرخوا في وش بعض من خوفهم، وبيفكروا يتصلوا بالاسعاف او المستشفى، لكن طبعا مستحيل حد هيصدقهم، وساعتها هيحطوهم في مستشفى المجانين هما الاثنين. وبذكائهم الخارق بيفكروا ان هما لو خبطوا في بعض ارواحهم هترجع تاني مكانها، وبيجربوها فعلا ومفيش حاجه بتحصل، وكل واحده بتفضل محبوسه في جسم تانية، واخينا الصغير ده هيتجن منهم. بيقولوا ان هما مش هيحكوا لحد على اللي هما فيه لحد ما يوصلوا الحل. فبينزلوا تحت
تحت فبيلاقوا ان هاري بيحرك الترابيزه جامد، فجده بيفتكر ان في زلزال وبيخاف جدا. فساعتها هما الاتنين بيفتكروا اللي حصل لهم ان الزلزال بتاع امبارح كان ليه علاقه باللي حصل لهم. وبيجي راين عشان ياخد تيس لشغلها، فبيطلعوا هما الاتنين وبيتفقوا ان كل واحده فيها هتعمل مهام التانيه ومن غير ما تقول اللي حصل لهم ليوم واحد بس، يمكن اللي حصل ده ينتهي. وبيروحوا كلهم على مدرسه انا عشان يوصلوها. بتنزل لها تيس وبتقول لها خلي بالك من تصرفاتك كويس عشان شكلها ما يبقاش وحش في المدرسه. بيظهر جيك وبتقول تيس لأنا ان هي لازم تقابله كويس جدا وان هي تعامله حلو، لانها لو بوظت علاقتها بجيك هتلغي هي زواجها من اخينا اللي في العربيه. فبتضطر تيس ان هي في جسم انا ان هي تتعامل مع جيك كويس وبتسلم عليه وبتمشي وتسيبه وبتدخل المدرسه. ولما بيحاول ان هو يتكلم معاها بيقول له ان هي مبسوطه بالتعرف عليه، لكن خلاص هي مهتمه بدروسها وما عندهاش وقت للكلام ده كله. وبتلاقي ستيسي قدامها وبتروح تسلم عليها لانها فاكراها طيبه، لكن ستيسي بتحدفها وتوقعها في الارض. وبتستغرب تيس ليه ستيسي تعمل معاها كل ده، وبتكون انا اللي في جسم امها وصلت مكان شغلها. وبيحاول راين ان هو يقرب منها فهي بتتخض جدا وبتبعده عنها. وبتنزل تتمشى لحد شغلها وبتلاقي محل فيه لبس بذوقها هي، فبتدخل تجيب هدوم وبتفضل تقيس حاجات كتير جدا وبتغير ستايلها لدرجه ان هي بتحلق شعرها وتغير قصه شعر مامتها. وبتروح على العياده بتاعتها وبتلاقي ان ايفن مستنيها بقاله فتره وبيرن تليفون عيادتها. فبتقول لايفن ان هي مش عايزه ترد على التليفون، فساعتها بيقول لها شفتي بقى ان انت مش هتردي عليا في وقت بعد ما تتجوزي، وانا هعمل ايه دلوقتي. وبتبقى تاس في المدرسه وبتدخل الفصل اللي هو المفروض بتاع بنتها، وبيدخل المدرس فبيكون عامل امتحان شفوي مفاجئ للطلاب عن مسرحيه هاملت. وبيسال المدرس طالب عن، فالطالب بيرد باجابه سطحيه جدا وملهاش علاقه عن شخصيه هاملت. ولما بتيجي تتسال هي فبتجاوب اجابه نموذجيه جدا، فالمدرس بيقول لها ان هي غبيه وفاشله. فبتستنى لما الحصه تخلص وبتروح للمدرس وبتقول له ان هي فاكراه كويس وانه كان عايز يرتبط بوالدتها زمان في حفله التخرج بتاعتهم، ووالدتها رفضت، عشان كده هو مستقصدها وعلى طول بيخليها تجيب درجات وحشه وبينتقم منها. وبيبقى المدرس ساكت مش عارف يقول ايه لان هي احرجته جدا، وبتسيبه وبتمشي. وبيسالها اصحابها عن المسابقه اللي هم المفروض رايحينها بالليل، فبتقول لهم ان والدتها رفضت الموضوع وان هي مش هتقدر تساعدهم وما بتهتمش باي كلام بيقولوه لانها كده كده مش بتحب عزف بنتها ولا بتحب الفرقه الموسيقيه بتاعتهم، وبتسيبهم وتمشي. وبتفضل مستنيه بنتها تجيلها فبتكون سايقه العربيه بطريقه متهوره جدا ومش هتقدر تاخد العربيه منها لانها في جسمها ده معهاش رخصه اساسا. وبيوصلوا على المطعم الصيني وبيحكوا للجرسونه اللي حصل لهم، فبتنادي على والدتها اللي هي بتفهم ان هي اللي عملت كده فيهم، وبتسالها انت ليه عطيتيهم بسكوت الحظ. وقالت لها احنا لازم نكون في حالنا وما ناثرش على حياه الناس اللي حوالينا. وبترجع تقول لتس وانا اللي هم فيه ده هيتحل لما يحققوا الامنيه اللي كانت في بسكوت الحظ اللي بيكونوا هم اصلا مش فاكرينها. وبتخرج انا تعيط في الشارع لانها عايزه ترجع لاصحابها وحياتها. وبتحاول تس ان هي تهون عليها لحد ما موبايلها بيرن وبيفكرها باجتماع الاباء اللي هي المفروض تحضره لهاري ابنها الصغير. وبتروح انا على مدرسه هاري وبتكون مش طايقه نفسها ولا طايقه هاري ذات نفسه ولا مهتمه ان هي تعرف درجاته، لحد ما المدرسه بتقول لها ان اخوها كتب تقرير جميل جدا عن اخته وكتب ان هي اعظم اخت في الدنيا. فبتفرح وبتستغرب انا وبتبقى مبسوطه ان اخوها بيحبها جدا بس مش بيقول لها. وبتطلع تساله هو ليه كتب الموضوع ده، فبيقول لها انه بيحب اخته جدا وكان بيستمتع جدا بالخناق معاها. ولما بترجع انا بيتها بتلاقي ان رايان مستنيها وبيقول لها انه عايز ياخدها ضروري مكانه وعامل لها فيه مفاجاه، فبتهرب منه. فبتروح معاه فبتلاقي نفسها في استوديو تصوير والمفروض ان هي تطلع تتكلم عن الكتاب اللي هي الفته. طبعا انا مش عارفه اي حاجه عن الكتاب اللي مامتها كاتباه ولا قريته حتى. وفي نفس الوقت بتكون تيس عندها امتحان وبتشوف ستيسي قاعده جنبها، فبتروح لها وبتقول لها ان هي كانت اعز صديقه ليها وانها نفسها يرجعوا تاني اصحاب. فبتعرض ستيسي عليها ان هم يقعدوا جنب بعض في الامتحان. وبيبدا الامتحان وبتكون تيس فاكره ان الامتحان سهل لحد ما ستيسي بتنادلها وبتديها ورقه بتقول لها ان هي مبسوطه جدا ان هم رجعوا اصحاب من تاني. ولما تيس بتبص في ورقتها بلغ ستيسي اللجنه ان تيس بتغش منها، فبتضطر تيس من اللجنه وبتتحول للتحقيق انها بتغش وبتروح الحجز من تاني. وبتحاول ان هي تهرب من العقاب فبتلاقي جيك قدامها وبيقول لها انه ممكن يساعدها ان هي تكمل الامتحان بتاعها، وبيدخلها الاوضه بتاعه تصحيح الاوراق من غير ما حد ياخد باله، وبتقدر ان هي تجاوب كل اسئلتها. ولما بتراقي الورقه بتاعه ستيسي بتقرر ان هي تمسح لها كل الاجابات بتاعتها وتخليها تسقط في الماده. ولما طلعت بتشوف تيس مقابله بنتها في التلفزيون وبتكون انا اتعاملت بعفويه جدا وخلت الجمهور كله يتفاعل معاها والمقابله عدت على خير. ولما بتخرج جيك بيقول لها ان هو خد فكره عنها وحشه جدا وانه اتخدع فيها فعلا وبيسيبها ويروح شغله وبيكون شغال في كافيه. وبيقابل مامتها اللي هي بتكون انا في جسم مامتها وبيقول لها ان شاف المقابله بتاعتها وان هو فرحان بيها جدا وبيفضلوا يتكلموا سوا. والمشكله بقى ان جيك بيعجب بيها
وبيتشد جدا لطريقه كلامها وعفويتها، وبيقعد يتكلم معاها وبيوصلها لحد البيت، وبتكون تس مستنياها عشان تتخانق معاها على كل اللي عملته في اليوم، وانها كمان راجعه متاخر جدا على بروفه العشاء بتاعتها، وبتلبسها فستان السهره بسرعه وبيتحركوا على المكان، وبيكون جيك تحت واقف بيغني لتس، فبتنزل تس بسرعه بتقول له ان اللي بيعمله ده جنون، وان هو مستحيل يحب واحده قد امه، وان والدتها كبيره عليه لغير ان هي هتتجوز النهارده. وبتروح لهم تس على العربيه وبيروحوا على طول على مكان الحفله. بيكون اصحاب انا موجودين في مكان الحفله عشان ياخدوا انا ويروحوا على حفلته، وبيحاولوا يقنعوها ان هي تيجي تعزف وبعدين ترجع على الحفله من تاني، لكنها بترفض، وبيكونوا مش عارفين ان قدامهم دي هي مامتها اصلا، وبترفض ان هي تروح معاهم، فبياخدوها بالعافيه، فبتطلب لهم الامن وبيوديهم لرايا، بيقول لها روحي مع اصحابك الحفله لان هي دي خطوه مهمه في حياتك، وبيقول لانا اللي في جسم تس ان هي كمان لازم تبقى مع بنتها تشجعها على اللي هي بتعمله وتقرب منها جدا وما تكونش واقفه ضدها. وبتروحوا المسابقه وبتبقى تس مش عارفه حاجه، مش عارفه تعزف عن الاله ومش عارفه تلبسها حتى، وبتفكر ان هي تهرب من الكواليس، لكنها بتلاقي انا قدامها وبتقول لها ان هي اللي هتعزف من ورا الستار، وان هي تحرك ايديها بس كانها بتعزف، وفعلا بيعملوا كده وبينجحوا وبيقدموا حفله حلوه جدا، والجمهور كلهم بيتفاعل معاهم لدرجه ان هم بيكسبوا المسابقه، وبيرجعوا هما الاثنين الحفله من تاني. وساعتها تس بتطلب من انا ان هي تلغي الحفله بشكل ما يجرحش مشاعر جيك، لانها فعلا بتحبه، لانهم مش هينفعوا يتمموا الجوازه دي وهي مش في جسمها. فبتاكد لها انا ان هي هتقدر تتصرف، وبتقف قدام الحضور عشان تقول كلمه، بتقول ان هي مبسوطه جدا ان هي موجوده في الحفله دي مع راين حبيبها، وان هي حابه تقول لبنتها ان مفيش حد يقدر ياخد مكان والدها، لكن راين شخص محترم ويستاهل ان هو ياخد منهم فرصه. وفجاه اثناء كلامها بيحصل زلزال وبتتبدل ارواح تس وانا، وكل واحده بترجع جسمها من تاني، لانهم بيكونوا اكتشفوا الحب اللي جواهم لبعض وما كانوش عارفينه. وبتتم الحفله على خير، وتاني يوم بيتم الفرح بين راين وتس، وبيجي جيك عشان يتاسف لانا على تصرفه معاها، وبيطلب منها ان هم يبداوا من اول تاني وانها تديله فرصه جديده لانه فعلا معجب بيها وبيحبها. فبتوافق انا، والاول مره بتكون مبسوطه في حياتها وفرحانه، وبتكون مامتها عارف انها كانت قاسيه عليها ومش بتفهمها. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب، وتكتب لنا كومنت عايز ايه الافلام الجايه، وتتابعنا على قناتنا الجديده هسيبها لك في الكومنتات. كتب السكريبت وسجله سلمى محجوب، ومن المونتاج بتاعنا برضه. اشوفكم الفيلم الجاي، سلام.